يا مساء الجمال على الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم فيديو جديد. بس قبل ما نبدا الفيديو، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. يلا بينا بقى نبدا الفيديو ونشوف هنعمل ايه. بس لو انت مشتركتيش في القناه اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وما تنسينيش بقى باللايك الجميل بتاعك كده اللي بيرفع لي الفيديو عشان يوصل معايا لاكبر عدد ممكن. عايزه اقول لكم ان الفيديو ده كان متصور من يوم السبت. وكنت بصراحة عايزة انزله يعني يوم الاثنين، بس طبعا ما حصلش نصيب يوم الاثنين ينزل. فمش عارفة هل هو هينزل يوم الثلاث ولا هأجله يوم الاربع. مش عارفة والله ايه اللي هيحصل معايا في النت. بس انا عامة دلوقتي بسجله يوم الثلاث، يعني انا دلوقتي بسجله يوم الثلاث. فدلوقتي بسجله الساعة 7، فانا يعني على امل ان هو انزله الساعة 9. فمش عارفة هو ينزل لكم امتى. المهم ايا كان الوقت اللي هو ان شاء الله هينزل فيه. دخلت كده عملت ايه. طبعا يوم السبت ده يوم اجازتي. اول ما صحيت انا وكندا شربنا كوبايه شاي بلبن، وكنت فعلا صاحيه اليوم ده حرفيا ناقصه سكر. كاني كده جسمي كله ناقص سكر، عايزه اي حاجه مسكره اكلها. فطبعا عملنا بقى الشاي بلبن، وعملت كمان فطيره اللي هي بالجلاش، الفطيره السريعه دي يا جماعه. عملتها معاكم قبل كده على القناه. بس بصراحه ما جبتهاش، ما كنتش قادره ان انا اجيب بقى الستاند واحط الموبايل واصور والكلام ده كله. فرحت ايه، عملناها وشربنا شاي وايه، وخلصنا عشان كنا صاحيين مثلا الساعه 11 مثلا. وبعد كده رحت كندا بعدها بشويه كده، جينا على الساعه 1 او 2، قالت لي ماما انا جعانه. قلت لها خلاص يا كندا نحضر فطار، لاني كنت نفسي قوي اكل جبنه قريش يعني ببطاطس وكده. المهم قطعت بقى كده بطاطس، قلت بقى خلاص هقطع بطاطس واعمل فول بقوطه واعمل جبنه ونشوف هنعمل ايه تاني يعني معانا. قطعت بقى كده البطاطس رانشات. حبيت بصوا ان اليوم يكون يعني ايه، ان هي طبعا انا وهي قاعدين واجازه، فحبيت ان احنا نفطر بقى مع بعض، اللي هو قاعدين نفطر مع بعض. وبجد كان يعني فكره الفطار دي حلوه. مش الفكره ان انا مثلا اعمل لها سندوتشات واحطهم لها وانا اكل سندوتشات لوحدي. لا، لما حطيت الاكل واكلنا احنا الاتنين لا احسن، يعني حسيت ان هو لا احسن ان احنا نقعد ناكل احنا الاتنين، مش هي تاكل لوحدها وانا اكل لوحدي. يعني في الطبيعي ممكن ان هي اول ما تطلب تجوع اروح عامله لها على طول سندوتشات كده وجنبها كوبايه الشاي او اليانسون ايا كان اللي هي عايزاه. وانا ممكن بقى ايه لو جوعت معاها تمام، ما جوعتش اكل في وقت غير الوقت يعني. بس حبيت ان اليوم دوت يكون مميز ما بيني وما بينها، ان احنا ناكل مع بعض ونقعد مع بعض ونهزر ومش عارفه ايه والكلام ده كله. على اساس طبعا الفيديو هتلاقي فيه كلمه الكلام ده كله دي 3 4 مرات، لكلمه في لساني، وعادي جدا مفيش مشكله. بس انا كنت حابه ان انا عايزاها انا وهي يعني نقضي اليوم كده مع بعض، ما بقاش مرخمه عليها، ما بقاش اني مثلا طبعا الايام اللي هي بقيت ايام الاسبوع غير الايام الاجازه، دي بتبقى بالنسبه لها بتيجي تكتب واجبها تاكل تنام. فما فيش حاجه فيها مميزه يعني، ما بقدرش ان انا، طبعا انا ببقى راجعه اصلا من شغلي تعبانه وشغل البيت والكلام ده. ما بقدرش مثلا ان انا اخرجها ان انا اقعد معاها، اللي هو بحط لها الاكل او اذاكر لها وبعد كده مثلا تقعد قدام التلفزيون تقعد تلعب مع نفسها. فده طبعا كان تأثير مني يعني. فحبيت ان انا إيه، لا ناكل مع بعض نشرب مع بعض نروق مع بعض. فحبيت ان انا شاركتها معايا بقية اليوم يعني. المهم حطيت كده البطاطس زي ما انت شفتوا، وبعد كده جبت بقى طاسة قطعت فيها بقى ايه بصلايه وكده، وسبتها بقى تدبل كده شويه، وهنزل كمان عليها بفص توم. تمام اهي جبت كده فص توم من الفريزر، انا يعني حطاه في الفريزر اللي هو مفروم يعني، اصلا جايباه يعني من عند ماما. المهم سبتهم بقى يتقلبوا كده كويس جدا. هي بتحب الفول بالقوطه قوي، مع ان انا كنت الوقت دوت عايزه اعملها فول عادي بليمون علشان خاطر هي عندها برد. عايزه اقول لكم موضوع البرد ده خلي بالكم بجد. يعني في حاجات في الجو كده انا مش فاهمه. يعني حرفيا ابن اخويا تعبان، بنت اختي تعبانه ومحجوزه اصلا في المستشفى، بنتي كمان تعبانه. ما بشوفش حد معاه طفل غير ما يقولي ان هو تعبان، سخونيه وكحه والكلام ده كله. يعني سخونيه وكحه ده اساسي. فخلوا بالكم يعني على اولادكم، يا رب يحفظهم يا رب يحفظهم كلهم يعني. المهم زي ما انتم شايفين نزلت بقى كده عليها بقوطه، ورحت كمان هحط بقى ايه توابلي واسيبها كده بقى تسبك كده كده شويه. حطيت بقى ملح واحط كمان سنه كده سكر يعني. كنت حابه ان انا احط معاها فلفل اخضر، بس ما كانش في عندي في التلاجة فلفل اخضر. فخلاص استكفيت بس ايه باللي عندي. نزلت كمان بالبربيكيا دي، بتدي كده لون حلو قوي وبتسبك كده مع الزيت. فبحب قوي البربيكيا يا جماعه، في اي حاجه هقطع فيها قوطه وبصل وفلفل
بتغير لونها تماما. يعني انت هتشوفوا اللون دلوقتي اتغير ازاي، البصلايه كده احمرت، بتدي كده يعني شكل حلو. المهم كده ابتديت ان انا اقلب البطاطس كويس. كنا عاملين بطاطس على القد، ما كنتش والله العظيم عملت البطاطس دي، شوفوا هي قليله مش كتير، وبرضو اتبقى منها. يعني اني كندا عندها يعني خلاص في فول، خلاص هي تاكل فول. بدأت بالبطاطس، خلاص هي تاكل بطاطس. ما ينفعش ان هي تاكل اكلتين مع بعض. انا بقى بحب اكل بطاطس لقمه اللي هي ايه، لقمه جبنه كده قريش بقوطه ومعاها كده البطاطس، بتبقى بالنسبه لي حلوه يعني. المهم طلعت كده بقى البطاطس كده وخليتها تحمر، ما خليتهاش ان هي تنشف قوي علشان خاطر سناننا برضو وكده بتتضايق منها لما بتبقى ناشفه يعني. حطيت سنه خل بسيطه جدا على الخلطه اللي انا عاملاها دي، اللي هي بتاعت الفول بقوطه، يعني بتديها طعم حلو كده. ورحت قلبتها كده كويس، وهبتدي اجيب بقى كيس الفول وانزل عليه. بصوا كيس الفول حطيته في الفريزر، هو كان في الفريزر، خرجته من الفريزر حطيته بقى في الميكرويف وروح فرقع مني، علشان خاطر انا كنت حابه ان هو برضو ايه يفك. فضيت بقى كده الكيس كويس، مش هنرميه يعني حرام. يعني هو اصلا احنا بنجيب كميه قليله علشان خاطر ما يترميش او ما يبقاش ايه، بنجيب يعني الكميه اللي هناكلها على قدنا. انا مش عارفه ده بكام، او ممكن اكيد يعني ب5 جنيه، يعني مش عارفه. المهم قلبته بقى كده كويس وسبته بقى كده ايه يا دوبك بس كده يسخن. فطبعا انا دقته معاكم هنا ورحت لقيته ان هو ناقص ايه، ملح، ورحت حطيت له بقى ملح كده تاني، وقلبته بقى كده كويس. وهبتدي ان انا احط بقى ايه، اغرف كده في طبق زي ما انتم شايفين. اصلا الطاسه كمان كانت سخنه، بس غرفته بقى كده كله في طبق. وهحطه بقى كده جنب البطاطس، واشوف برضو هعمل ايه تاني جنبه. حطيته بقى كده جنب البطاطس، وكان فيه بقى حته كمان جبنه قريش. وانا يا جماعه بجد من عشاق الجبنه القريش، بحبها قوي وبحس ان هي كمان مفيده يعني. بجد لو انتوا زيي، اللي زي ينزل يكتب لي في كومنتات قد ايه هو بيحب الجبنه. وعندي مشكله مع كندا، ما بتحبش اي نوع جبن، بجد بتضايق منهم، واستحاله تحطها بقها، استحاله. لو عملت ايه عشان تحط اي نوع جبنه بقها، لا حتى الجبنه النستون ما بتاكلهاش. وعايزه اقول لكم ان دوت مثلا مش من فتره قريبه ولا الكلام ده كله، من وهي عندها 6 شهور، من بدايه ما انا ابتديت ان انا ااكلها ولاحظها كده، اللي هي الجبنه النستون كانت اللي هي يعني عزكم الله تتفها كده، فاهميني؟ ف الموضوع ده مضايقني جدا، لاني في الحضانه ما ببقاش عارفه اعمل لها سندوتشات ايه، يعني ببقى تايهه يعني. المهم هنا كده حطيت بقى كده الجبنه، وحطيت عليها كمان فلفل اسمر، بحبها فلفل اسمر، وقطعت كده شرايح خيار. وده كان فطارنا الجميل اللذيذ اللي هو يوم اجازتي. حبيت كده نفطر كده بطريقه مختلفه، فطار شعبي. هو ممكن يكون فطار يعني خفيف جدا، ويكاد يكون ما فيهوش حاجه، يعني حاجه بسيطه جدا، يعني ما تذكرش. ولكن بالنسبه لي كان فطار حلو جدا مع بنتي، وحسيت ان انا وهي يعني بنشارك بعض في حاجه، فدي حاجه حلوه. المهم بعد ما خلصت بقى الفطار، عايزه اقول لكم ان اليوم ده حقيقي كنت جسديا مكسره جدا. ما كنتش قادره اقوم اعمل حاجه، اللي هو يا دوبك بس فطرتها، وابتديت ان انا ايه احضر حاجات واشيل حاجات مش عارفه ايه كده، لو اطلع اكل من التلاجة، فاللي هو ايه المطبخ كركب مره واحده كده. فقلت خلاص علشان الفيديو بقى يكمل معايا واصوره، قلت خلاص هبتدي ان انا اروح كده امسك برضو المواعين اعملها. زي ما انتم شايفين انا كنت ماسكه هنا في ايدي كوبايه ايه يا جماعه، كوبايه قهوه. لا مش قهوه، دي مش قهوه، ده نسكافيه بلاك. حطيته كده وقلت اشربه عشان افوق، حاسه نفسي عايزه افوق، محتاجه ان انا افوق، مش عارفه ان انا افوق بجد والله. اللي هو عايزه انام اصحى من النوم انام، عايز اصحى من النوم انام. فطبعا الوضع مش هينفع، المطبخ مليان مواعين، وتاني يوم عندي شغل، وتاني يوم اصلا صباح اجازه جوزي، فاللي هو ايه ده، هسيب الدنيا دي كده ازاي؟ فحاولت ان انا اتشجع بيكم وان انا اقوم اصور علشان خاطر يعني ادي طاقه لنفسي، وان انا برضو يفضل شغلي ماشي زي ما هو، ما اثرش فيه. لان خدوا بالكم ان انا لو يوم ما نزلتش فيديو يجيب معايا تاني يوم، يجيب معايا تالت يوم، لو ما شجعتش نفسي على طول هكسل. طب انا خلاص يعني انا في تحقيق لشروط اليوتيوب خلاص قربت احققها، فبرضه دعواتكم ليا. فحاولت ان انا اشجع نفسي واقوم، عايزاكم برضو انتوا تشجعوني. ولو انتي وصلتي معايا لحد النقطه دي حطي لي لايك كده لاختك، اعتبريني بقى بغض النظر عن اي محتوى انا بقدمه، بس اعتبري ان انا اختك ومحتاجه ان انا احقق حلم من احلامي، ان انا اكون كده عندي قناه يوتيوب وناجحه، وان انا ان شاء الله هغير فيها حاجات كتير،
ولكن يا جماعه عايزه اقول لكم ان انا لحد دلوقتي انا معرفش هو انا المحتوى بتاعي ده هيتقبل ولا مش هيتقبل، ايه اللي هيحصل مش عارفه. بس انا بدعي وبقول يا رب وان شاء الله اللي فيه الخير ربنا يقدمهولي. يمكن انا ما كنتش بقدم احسن حاجه، ما كنتش، بس انا بحس ان انا يكفي ان انا ممكن اكون واحده تشوف منظر مثلا وانا بغسل مواعين تشجع وتقوم تعمل زيي، تشوف حاجه عندي جديده جبتها تجيب زيها. الفتره الجايه دي هحاول على قد ما اقدر ان انا انزل فيديوهات اكتر، فهضطر ان انا ممكن ان انا انزل اصور كمان في الشارع، اصور لكم محلات، اسعار المحلات، الحاجات دي كلها من ضمن برضو هخليها من ضمن المحتوى بتاعي على اساس برضو افيدكم. فحابه ان المحتوى يكون افاده، حتى لو افاده 1%، ما عنديش اي مشكله. ففكره ان انت تشجعي مني وتقومي تعملي حاجه دي حاجه حلوه مش حاجه وحشه. بجد الناس يا جماعه يعني بحس ان ممكن تكون في ناس يعني تقول لي ايه، طب غيري، طب جددي. اغير واجدد ايه؟ هو بيتي كده، هي دي حياتي، هي دي عيشتي. انا مش خارجه ان انا اوريكم الجديد عندي، انا يعني مش خارجه ان انا اوريكم الجديد عندي. اجيبها لكم ازاي؟ انا مش خارجه ان انا اجيب جديد كل يوم، الجديد دوت ممكن يتجاب في الاعياد، في المناسبات، في وقت انا محتاجه فيه حاجه. بس مش عشان انا ما تزعلش مني فاتحه قناه يوتيوب فاللي هو يلا بقى هشتري هشتري هشتري. لا طبعا انا هشتري الحاجه اللي انا محتاجاها والحاجه اللي انا هتفيدني، يعني هتفيدني، مش هشتري اي حاجه وخلاص. فانا بقول لكم ان انا بس خارجه ان انا اكون او بقدم فيديو تشجيعا ان انتي مثلا تشوفيني ان انا مثلا ظبطت الدنيا وروقت مش عارفه ايه، ان انتي برضو تقومي تعملي كده. والله يا جماعه انا لما بخش فيديوهات وبشوف مثلا فيديو، ما ببصش هي جابت ايه وما جابتش ايه والكلام ده كله، قد ما ببص هي شجعتني قد ايه ان انا اقوم اشجع واعمل زيها. لان هي لما بتغسل مثلا المواعين قدامي وتظبط مطبخها وتنظف، انا من جوايا بغير وببقى عايزه كمان انا كمان اخلص المواعين اللي عندي. طب خلاص هي انا خلصت اتفرجت مثلا على فيديو قناه ما، خلاص هروح قايمه برضو على طول انا كمان واروح قايمه عامله برضو الحاجه اللي ورايا ومخلصه برضو حاجتي، علشان تحس ان الدنيا كده هدوء. لاني وانا بتفرج على الفيديو بحس ان انا الله ما شاء الله هي خلصت مطبخها وجميل ما شاء الله الله اكبر، فبرضه انا كمان هقوم اخلص برضه مطبخي. ما ينفعش ان مطبخي يبقى يساب كده، الله على الهدوء مثلا في الصاله، الله على شكل مش عارفه ايه. بس يعني لكن هل انا لما اتفرج على مثلا حاجه هي جابتها جديده هل انا هتبقى في مقدرتي ان انا اجيبها؟ ه... فكل واحد وليه ظروفه، يعني كل واحد وليه ظروفه. فانا حبيت ان انا مثلا مش هنقول بقى نعمل حاجه جديده مثلا او ان انا اشتري حاجه جديده، بس هقول ان احنا خلينا نقول مثلا ان انا ممكن اقدم فيديوهات باسعار الحاجه، باسعار الحاجه. لكن ما وعدكوش ان انا اقدر ان انا اجيب كل الحاجات اللي انا بشوفها على اليوتيوب دوت، ولا التغيير الجذري اللي بيعملوه في شققهم ولا الكلام ده كله. آه، لا يعني ما مش وقته عندي او مش من مخططاتي. يعني انا الحمد لله راضيه بشقتي وراضيه بكل حاجه فيها، فمش مش من مخططاتي ان انا اغير اي حاجه في الفتره الحاليه. يمكن ممكن اغير قدام، يعني ممكن قدام في مخططاتي ان انا قدام شويه ابتدي ان انا اغير حاجه في حاجه انا عايزه ان انا اغيرهم. لكن في الفتره دي بصراحه لا مش هينفع ان انا اغير اي حاجه. فحبيت بس ان انا اعرف الناس اللي بتتفرج عليا، علشان لو انتي منتظره مني اي مثلا تغيير في عفش او تغيير في اي حاجه من الحاجات دي، لا مش في الفتره الحاليه ان انا هغير حاجه. لا انا هفضل حاجتي هتفضل زي ما هي. بس انا ممكن هبقى مثلا ممكن انقل حاجه من يعني من اوضه لاوضه، اغير ستايل اوضه. ده بس اللي انا اقدر اعمله مش اكتر او اقل. اطلع معاكم الشتوي، اخرج معاكم خروجه. هو ده انا خارجه عشان اوريكم يومي بحلو وبوحشه. بس يعني مش خارجه ان انا اعمل اي حاجه تاني. هي كل الفكرة ان انا بجد ببقى حابة كمان ان انا اتواصل معاكم. بفرح جدا بكلامكم، بفرح ان انا كمان انا فترة ما وهسيب يا جماعة شغلي عشان كده. يعني مجرد ما بنتي تخش المدرسة خلاص شغلي ده خلاص مش هينفع ان انا انزله تاني. فحبيت ان انا يبقى عندي مشروع بادئه فيه من وانا في شغلي، على اساس ان انا بمجرد ما بنتي تقعد خلاص يبقى عندي برضو مشروع كده صغير. ولو حتى يعني مش هكسب منه غير بس معرفتكم، لان الشغل برضو معرفته حلوه. فطبيعي لما اقعد من شغلي خلاص المعرفه دي هتتقطع. انتوا كمان نفس الحكايه، لو انا برضو مش هاخد منكم غير يعني مش هاخد من اليوتيوب ده غير معرفه الناس الحلوه دي، خلاص جدا مش هيبقى عندي اي مشكله. يكفي بس الصحبه الحلوه اللي انا هاخده منها. يعني ان احنا نتناقش مع بعض لما اطلع لايف، نقعد ونتكلم مع بعض. يعني اكيد كمان في يوم من الايام هحب ان انا اقابلكم
انا من النوع اصلا اللي انا بحب الناس واحب ان انا يبقى عندي صحاب، وبرضو من اليوتيوب برضو بقى عندي صحاب وعندي ناس حبايبي وعارفاهم. فطبعا ده اللي انا حبيت بس ان انا اخرج اقوله لكم. طبعا عايزاكم كمان تسمعوا الكلمتين اللي جايين دول. وكده المطبخ انا خلصت، واسمعوا الكلمتين انا الجايين كده دول، حلوين، الفيديو كده خلصت يكون فيديو النهارده. خلص. يمكن يكون الفيديو النهارده صغير جدا او مفهوش روتين جامد قوي، بس انا والله غايبه عنكم يومين، فحبيت ان انا اعمل لكم روتين خفيف ده كده اطمنكم عني فيه، وان انا اتكلم معاكم كلمتين. بجد يا جماعه والله فاقده طاقتي خالص، فاقده طاقتي في التصوير، فاقده طاقتي في ان انا اعمل حاجه في البيت اصلا. فبجد يعني عايزه كلام كده يشجعني ان انا ارجع تاني، حتى لو مش هرجع اصور. يعني حتى لو انا مش هرجع اصور، عايزه ارجع تاني ان انا اشتغل في بيتي واعمل يعني اهتم ببيتي يعني. مش عارفة مالي في ايه، بس ادعوا لي، عايزاكم بجد والله تدعوا لي. انا بجد برجع من الشغل بنام حرفيا، يا دوبك لو اكلت كده اكل عادي، يعني مش بقوم واعمل اكل والكلام ده كله. اللي عندي باكله لها، مش قادرة ان انا اعمل حاجة يعني. وانا ما كنتش كده يعني، انا كنت لو حد بقى متابعني كويس هيعرف ان انا بنزل فيديو كل يوم، كل يوم كنت بنزل فيديو، كل يوم كنت بعمل حاجة، وكل يوم كنت متابعة معاكم ان انا اوريكم الحاجة اللي انا بعملها. يمكن ما كنتش بغير حاجة او الكلام ده كله، ولكن كنت بشجعكم ان انتوا تقوموا وتعملوا شقائكم والكلام ده كله. ونفس الحكايه انا كنت بشجع كمان بيكم. بس انا بجد الفتره دي ما عنديش اي طاقه بجد ان انا اعمل حاجه. بحاول ان انا اقوم واعمل حاجه، بس مش عارفه، ومش عارفه الوقت ده هياخد معايا قد ايه. فبجد شجعوني وقولوا لي اعمل ايه او اخرج من الطاقه السلبيه دي ازاي، مع ان المفروض ده انا اللي انا اعمله لكم. وعايزه اقول لكم ان انا متاسفه جدا على الطاقه السلبيه اللي انا اديتها لكم دلوقتي، بس والله غصب عني. حبيت بس اعرفكم عشان خاطر لو حصل وغبت عنكم مثلا الفتره الجايه، ما تقلقوش عليا. اسيبكم في رعايه الله وحفظه. فيديو النهارده خلص، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ان انتوا تدعموني. باي باي.